Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. El-ulemâ'ül efadil vel gâdetul ecillâ fil âlemil İslami. Uhayyikum bi asdaqit tahiyyat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam. إنني سعيد بلقائكم في هذه الشاشة للقضية المهمة سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وسيلة في الخيرات والنتائج الجليلة. إخوتي الكرام، كلنا نعلم أن القدس الشريف بلدة الأنبياء والمرسلين، وأن القدس مدينة مباركة وفيها المسجد الأقصى المبارك، وأن القدس هي ذاكرة المعرفة وقيم الحضارة الإسلامية. لقد عاشت القدس في ظل حكم المسلمين أكثر عدلا وسماحة، وبفضل الحكم العادل والتسامح للمسلمين كانت القدس مدينة أنموذجا التي حضنت كل الأديان المختلفة بكل احترام وسلام. ومع ذلك لقد فقدت هذه المدينة المباركة هذه الميزات بسبب السياسات المكروهة والعنف الشديد من المحتلين اليوم. يريد المحتلون إضفاء الشرعية على الاحتلال القدس من خلال انتهاك جميع المبادئ الأخلاقية والقانونية، ويمنعون المسلمين من أداء عبادتهم في الحرم الشريف من دون الحقوق والمعاملة اللا إنسانية. إنهم يدمرون التراث الديني والثقافي الإسلامي ويطمسون الهوية الإسلامية للقدس الشريف. ولذلك يجب كل البشرية اليوم مقاومة الاحتلال والدفاع عن القدس، والقدس هي اختبار الحقوق والأخلاق والضمير للبشرية جمعاء، والقدس هي اختبار إيمان الأمة الإسلامية واختبار أخوة المجتمع الإسلامي، والقدس هي قضية مشتركة للمسلمين كافة، ليس للفلسطينيين أو للعرب فقط. يجب على اليهود المنصفين أن يعارضوا الاحتلال والظلم في القدس، ويجب على الذين يخينون القدس بأقوالهم وأفعالهم لخدمة مصالحهم الشخصية في العالم الإسلامي أن يتخلوا عن غدرهم وخيانتهم فورا. ويجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم احتضان القضية الفلسطينية جميعا، ويجب على المسلمين أن يحلوا قضاياهم الخاصة بالتعاون والأخوة، فهم يبتعدون عن النزاعات العرقية والمذهبية. إن السبيل الوحيد لمنع الاحتلال والظلم في القدس هو أن يتصرف المسلمون في وحدة وتضامن. وإنا لا نعلم أن العالم الإسلامي قوي جدا، وإن العالم الإسلامي غني لا محالة لها،
وإن لدى العالم الإسلامي إمكانية تأتي بالخيرات والعدالة على هذه الدنيا كلها، ومع الأسف أن العالم الإسلامي لا يدركها ولا يستطيعون أن يستفيدوا من هذه الفرصة العظيمة بشكل كاف ومثمر بسبب الفتنة والتفرقة بين المسلمين والصراع الداخلي. أود أن أكرر مرة أخرى بأننا كالجمهورية التركية ندعم قضايا المسلمين دائما حول العالم دعما شديدا، وأننا مع كل المظلومين في كل حين، ونحن ندرج قضية القدس ضمن جدول أعمالنا في كل منصة نلتقي فيها. ويمكنني أن أقول أيضا في تركيا نشاطات أو دراسات أو محاضرات حول القدس كل الأسبوع بل كل يوم. فمثلا في يناير 2018 عقدنا ندوة دولية حول القدس في إسطنبول، ونقلنا قضية القدس إلى الرأي العام العالمي بالبيان الختامي، ونلقي خطبا حول القدس في 100,000 مسجد. نقوم بتنظيم رحلات لزيارة القدس الشريف بالتشجيع، وندعم هذه الزيارات دعما شديدا. ولا يخفى عليكم دور فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان حول قضية القدس. هو يدافع عنها بأعلى صوت في جميع الاجتماعات والمحاضرات والندوات والمنصات الدولية مثل دافوس والأمم المتحدة. والوقت غير متاح لشرح أعمالنا في القدس، ومع ذلك يجب أن يعلم الجميع أن نضالنا سيستمر حتى تعود القدس حرة تماما. وبهذا اللقاء نؤكد مرة أخرى أننا ندعم وسنستمر في دعم إخواننا الفلسطينيين المظلومين الذين خدموا وحرسوا المسجد الأقصى لسنوات طويلة رغم كل الاحتلال والظلم. وأحيي لجنتكم المتميزة بالحب والمودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.